الديلي ميلي البريطانية تنزل وتضع قائمة أفضل 10 لاعبين عبر التاريخ. طيب شنو الغريب بالموضوع؟ هسه أنا راح أقول لك شنو الغريب بالموضوع. رقم 1 بالقائمة ميسي، هذا الشيء متفقين عليه، تقريبا كل العالم يتفق انه ميسي رقم 1، لا مدريد ولا برشلوني واي واحد عاشق لكرة القدم يتفق انه ميسي رقم 1. تمام لحد الان تمام. زين كريستيانو رونالدو هل هو في المركز الثاني؟ لا. بيليه بالمركز الثاني ماشي. بالمركز الثالث ياهو مارادونا. طيب مو بالمركز الثالث كريستيانو. طيب بالرابع كريستيانو يلا. لا مو بالرابع يوهان كرويف. طيب كريستيانو رونالدو بالخامس. لا هم مو بالمركز الخامس. ياهو بالمركز الخامس زيدان. استغفر الله. عشان برشلونة ما راضي على هذا التصنيف، يعني كريستيانو مو بين افضل 5 لاعبين، هاي ما تصير والله. طيب كريستيانو بالمركز السادس. لا. الفريدو دي ستيفانو بالمركز السادس. طيب كريستيانو بالمركز السابع. هم لا. بالمركز السابع رونالدو الظاهرة. طيب بالثامن. لا. بالتاسع زيكو. بالثامن غرناتشو. كريستيانو بالعاشر. حتى بالتاسع كريستيانو ماكو. كريستيانو بالمركز العاشر. يعني قسم بالله هذا التصنيف يعني ما يصير. يعني كريستيانو ميسي ونو كريستيانو، هاي قسم بالله لا بيليه لا مارادونا. انا هذا حسب رأيي الشخصي. يعني يا اخي انت خليت بيليه الثاني ومارادونا الثالث، خلي كريستيانو الرابع. قسم بالله ما تصير يعني والله. يعني انا برشلوني بس كريستيانو يعني من ورا ميسي تماما. ميسي الاول كريستيانو الثاني. ما اعرف شنو رايكم بهذا التصنيف مال ديلي ميلي البريطانية. يعني هي مجرد صحيفة نشرت افضل 10 لاعبين عبر التاريخ. انا بالنسبة لي هذا التصنيف كله غلط. ميسي الاول كريستيانو الثاني ويصنف من بعدهم اي لاعب.